اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. جملة زي شوف ابن خالتك وهو قدك كان بيعمل ايه، او بنت صاحبتي حافظة الحروف وانت لسه. جمل ممكن تكوني قلتيها من باب التحفيز، بس في الحقيقة انت كده من غير ما بتقصدي بتكسري ثقة طفلك في نفسه حتة حتة. طيب ليه المقارنة خطيرة على الطفل؟ الطفل في السن الصغير بيبني صورته عن نفسه من خلال كلامك ونظرتك ليه. لما تقارنيه بغيره الرسالة اللي بتوصل له انت كده مش هتحسن، لكن انت اقل ومش كفاية ولازم تبقى زي غيرك. وده بيأثر على ثقته في نفسه واحساسه بالامان وحبه للتجربة والتعلم وعلاقته بيكي كأم. خليني اشرح لكم بموقف واقعي قريب من كل بيت. طفلك بيحاول يكتب اول حروفه وبيغلط شوية، فجأة تقولي له بص على ابن خالتك ده حافظ الحروف كلها. هو ممكن ما يردش، لكنه من جواه بيبدأ يقتنع انه فاشل وان المحاولة ملهاش لازمة. وبسبب المقارنة المستمرة بيطلع لنا طفل بيتجنب التحديات خوفا من الفشل، وطفل عصبي او عدواني من كتر الضغط، او انسحاب اجتماعي وخجل، او غيرة شديدة من الاخرين، او فقدان الرغبة في التعلم. وكل ده ممكن يحصل قبل ما يخش المدرسة. طيب ايه هو البديل التربوي الصح؟ بدل ما تقارنيه بغيره قارنيه بنفسه. قولي له انت اتحسنت عن امبارح، شوف كنت بتعملها ازاي وبقيت شاطر قد ايه. وقولي له انا فخوره بتقدمك حتى لو بسيط. خلي المنافسه مع النسخه القديمه منه مش مع اطفال تانيين. طيب ازاي تشجعيه صح؟ ركزي على المجهود مش النتيجه، وامدحي المحاوله قبل النجاح، واستخدمي كلمات دعم مش ضغط، زي انا شايفه قد ايه بتحاول وغلطك ده خطوه في طريق الصح. ورساله مهمه لكل ام، انت مش محتاجه طفل مثالي، انت محتاجه طفل واثق من نفسه وسعيد بيكي. والمقارنه عمرها ما صنعت طفل ناجح، لكنها صنعت اطفال مليانين شك في نفسهم. ولو عايزه ابنك يدخل المدرسه وهو واثق من نفسه جريء وبيحب يتعلم، ابعدي عن المقارنه تماما وقربي من الاحتواء. واستنونا في الفيديو الجاي من السلسله، لاننا هنكشف خطأ تاني خطير امهات كتير بيعملوه بحب لكنه بيدمر شخصيه الطفل من غير ما يحس. ولو شايفه ان الرساله دي مهمه لكل ام، اعملي لايك واشتركي في قناه انا وطفلي، واكتبي في التعليقات هبدا اوقف المقارنه من النهارده.